السلام عليكم. شيخ عبد الحفيظ، وعليكم السلام. أنت إمام المسجد؟ نعم نعم. يعني 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 إلى كيف؟ إلى نعم، إلى الآن المسجد فعلا الناس هنا في هلع كبير وقاعدين محاصرين. يمكن ما كانوش من امبارح مش عارفين يجيبوا أكل، على الرغم ان الدنيا كلها ماشية، إلا إن في جماعة كتير قوي في الجيش والشرطة ماشي، وفي بلطجية كتير محاوطين المسجد لغاية دلوقتي. الناس منتظرة عايزة تخرج، خايفة. في بعض الناس خرجوا ويعني وانسحلوا وانضربوا ببلطجية، فالناس دلوقتي قاعدة في رعب، ما يعني بيستنقذوا. هل يا ترى يعني ده يحصل في مصر؟ استحالة. احنا لا نرضى لكنيسة ابدا انها تحاصر او يعني او بهذا الشكل، فما بالكم يعني في المساجد. طيب يا شيخ عبد ولا الحفيظ، قدسية في شيخ عبد الإسلام. الحفيظ، هل أنت إمام المسجد الراتب، إمام مسجد الفتح؟ أيوة، أنا إمام المسجد الشيخ عبد الحفيظ المسلمي. شيخ عبد الحفيظ المسلمي. طيب يعني أنا ليه بسألك السؤال ده؟ بتأكد فقط شيخ عبد الحفيظ، لأن يعني أنت إمام مسجد يعني كبير، يعني مسجد الفتح ده أيوة مسجد. كبير أئمة، نعم أنا كبير أئمة وإمام المسجد. انت ايضا كبير ائمه وامام مسجد الفتح. يعني مسجد الفتح ده أيوة نعم. مسجد يعني مقصود من الناس في العلوم وفي الصلوات وفي التراويح وفي نعم. التهجد. يعني لماذا لم تحاول انت امام مسجد كبير كهذا انك يعني تتوسط او تتفاوض او تخرج الى الخارج؟ لانك هذا المسجد انت فيه يوميا غير الناس المحاصرين والله دول، يعني موقفك غيرهم. نعم، أنا يعني للأسف الشديد يعني غير ممكن من هذا الأمر، لأن الناس البلطجية ما بيفرقوش بين حد، يعني ما بيعرفوش مثلا يفرقوا بين واحد والثاني، يعني ناس مسجد أو غيره. امم الأمر ده يعني أنا معايا هنا نساء كتير أو أطفال، وما كانوش من امبارح لأن مش عارفين يخرجوا، وننتظر يعني ربنا يسهل طيب هل بإذن تواصل الله. معك حد من المسؤولين؟ انت راجل امام مسجد وفي اه الاوقاف، تواصل معاك مين نعم. وقالوا لك ايه هم يعني كان في عمالي يعني بيقولوا يلا اخرجوا. في بعض الناس خرجت، لكن اللي خرج منهم شافوه بيتضرب من البلطجية، مم. فهم خايفين. لكن أقصاها نتمنى في صلاة الظهر نتمنى جمهور المسجد يجي ويصلي، ويعني ويحصل انفراج إن شاء الله في المسجد، لأن هذا الأمر فعلا بنقول مرة ثانية لا يجوز في مصر الإسلامية أن يتحاصر مسجد، ولا نرضى أبدا كنيسة تتحاصر بهذا الشكل. يعني استحالة، يعني لو كنيسة اتحاصرت أو حصل لها أي شيء فإحنا كلنا هنبدأ الدفاع عنها وحمايتها. الإسلام بيعلمنا كده، بنحافظ على الآخرين، نحافظ على المسلمين وغير المسلمين أرواح، طيب يا شيخ عبد ونعرف يعني الحفيظ، إيه قطرة الدم ليها قدر عند ربنا، ومن أكبر الكبائر إن إراقة الدم أو قطر الدم أيا كان بقى هذا فعارفين حرمة الإنسان شكلها إيه. وإحنا بنندد ونقول يا ريت يا ريت قواتنا المسلحة الشرفاء، ويا ريت نوجه نداء للجميع والأهالي والجمهور إن لا يتكرر أبدا. يعني هذا المسجد يعد رمز من رموز الإسلام، لا يتكرر هذا الأمر إن شاء الله. طيب يا شيخ عبد الحفيظ، معذرة هم يلقون اللوم على من هم بداخل المسجد، ان هم اللي عاملين في نفسهم كده مش راضيين يخرجوا. رقم اتنين بيشككوا فيهم ان هم غير سلميين وان هم خاطفين بعض الناس. انت كإمام مسجد ما هي انا شهادتك؟ انا انا قاعد وشايف الموضوع قدامي كله، مفيش حد مخطوف ابدا اطلاقا. الحاجه الثانيه مفيش حد معاه سلاح ابدا اطلاقا، اللي معاه سلاح كان خرج وضرب بيه بره. ما عندناش هنا ابدا، هم يعني علموها سلميه. وحتى يعني الامر هنا نساء العزل دول كانوا جايين برضو، اللي منهم كان يصلي، والكلام ده حصل من بعد الجمعه بحوالي نص ساعه او ساعه كده. لكن إلى هم الآن يصفونهم بأنهم جميعا إخوان مسلمين ومتمترسين داخل لا المسجد أبدا أبدا، ده في ناس. ومتحصنين فيه حتى لا يقبض عليهم.
ابدا، في ناس كتير ما لهمش علاقه، معذره في التعبير، ناس بتشرب سجاير وناس يعني مش عايز اقول يمكن ما بيصلوش كمان، في كتير قوي قوي. تقصد يعني ايه ناس اللي من جابهم الشعب كده؟ عامة، يعني واحد ملوش عامة انتماء الشعب، إسلامي انتماء فكري أو يعني معين أو كده. اعتقد اللي مشوا لما جالهم امر هم الاخوان المسلمين اللي مشوا، والباقي دول ما لهمش حاجه، يعني الاقيهم حد يقول لهم امشوا ولا اقعدوا ولا اي حاجه، من عوام الناس يعني. مم. طب أنا كنت فنتمنى سامعك بالله. يا فضيلة الشيخ، أنا كنت سامع نداءات في الميكروفون طوال الليل، لأن أنا معاكم نعم، من ساعة في هذه التغطية من ساعتها. كنت بتقول إيه وكنت بتكلم مين؟ لأن ما كناش سامعين قوي. والله احنا يعني كنا بنناشد، ومعايا هنا مشايخ في الاوقاف مين حوصلوا برضه في نفس الشيء، وكانوا بينددوا بيقولوا يا جماعه الناس دول عزل، والناس دول عايزين يروحوا، الناس دول افتحوا لهم المجال عايزين يروحوا. لكن طبعا البلطجيه مع الشرطه مع الناس، مفيش حد يعني عايز يدي طمأنينة ليهم، بحيث انهم يعني يمشوا كده في امان. الناس خايفه مرعوب. وبعضهم هنا بيقول لك شفناه اللي طلع اتاخد. طب وحضرتك ايه شفت يعني؟ يا شيخ عبد الحفيظ، فضيلتك شفت المشهد بره؟ بصيت عليه شفته شكله ازاي؟ مشاهداتك شكلها ايه؟ والله انا دلوقتي شايف بره في تجمعات كتيره قوي، وكنت شايف في بلطجيه كتير معاهم موتوسيكلات، بعض الاسلحه كده. وكنت شايف كان في الجيش، كان في مصلحه تقريبا، وناس من الشرطه، واقفين. ما اعرفش انا يعني وقوفهم دون هو اللي يمكن مسبب مشكله للناس اللي هنا. فبنقول لو هم يعني سمحوا او انصرفوا او صرفوا البلطجيه، لان النهارده الجيش او الشرطه مهمته يحمي كل الناس، سواء بقى اللي في التحرير او اللي في هنا او اللي في اي مكان، في الكنيسه في المسجد. فلو حتى البلطجيه جم واعتدوا على حق، يبقى ده تقصير في حق الجيش والشرطه. يعني ان كنت مش قادر تحمي الناس اللي هم العزل، يبقى خلاص بقى انت مهمتك ايه؟ فاحنا بنقول مهمتنا حمايه كل الناس، طب هو يعني فعلا يا شيخ المسيحي والمسلم واي حد طب هو ما فعلا يا دام شيخ عبد مصري. الحفيظ كان بيحاول حد من البلطجيه دول يفتحوا النوافذ ويتهجموا على المسجد بالليل في ساعات الليل؟ ايوه حاولوا فعلا، كسروا الباب الرئيسي بتاع دار المناسبات، كسروه مكسور، وحصل حاجات كتيره. لما اتكسر الناس خافت اللي جوه المسجد وواقفين، وحطوا يعني قدام الباب قاعدين، يعني جماعه من الناس كده قاعدين ورا الباب خايفين يفتحوا عليهم عشان ما يحصلش مشاجره او اشتباك او حاجه. فاحنا بنقول متى تؤمن المساجد والكنائس، محتاجين من الشرطه. البلطجيه دول محسوبين على المسؤول عن الامن، سواء كان الجيش او الشرطه. فدول سبه في حق الجيش والشرطه اذا كانوا مش قادرين وسايبين البلطجيه يعتدوا على الناس، فيبقى هم مقصرين في حقهم، مقصرين في حق الامن والامان. متشكرين جدا شيخ عبد الحفيظ المسلمي، امام مسجد الفتح، كان